العصاير الطبيعية بتكون الحل السريع مع درجات الحرارة العالية بفصل الصيف، عشان العصاير الطبيعية بتساعد على تنشيط الجسم وتحسين الدورة الدموية وزيادة الطاقة في الجسم. والنهاردة هنعمل عصير البطيخ والجزر عشان نزود الطاقة في الجسم مع درجات الحرارة العالية ونساعد على تقوية المناعة. ويلا نعرف معلومة سريعة عن فاكهة البطيخ. يعتبر البطيخ من فاكهة الصيف المليانة نسبة كبيرة من المية اللي بتساعد على ترطيب الجسم. كمان البطيخ مليان فيتامينات ومضادات أكسدة بتساعد على تقوية المناعة وتنشيط الجسم. ويعتبر البطيخ من الفاكهة اللي بتساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب عشان في البطيخ فيتامين B6. وآخر معلومة عن فوائد فاكهة البطيخ إنه مهم في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وبكده يبقى البطيخ مناسب بفصل الصيف ويساعد على تنشيط الجسم وتقوية المناعة. وهنستعمل في عصير البطيخ الجزر عشان الجزر من الخضروات المهمة في تقوية المناعة، وكمان الجزر مهم في تحسين عمل وظائف المخ وبيمنع تلف خلايا المخ مع التقدم في السن. واخر معلومة عن فوائد الجزر انه مليان مضادات اكسدة وفيتامينات بتساعد على زيادة النشاط في الجسم وتنشيط الدورة الدموية بفصل الصيف. وبكده يبقى عرفنا معلومة سريعة عن فوائد الجزر. ويلا نعمل عصير البطيخ والجزر مع بعض. هنجيب جزرة متوسطة وتكون مغسولة كويس ونزود عليها كوباية مية، وبعد كده نحطها على النار تتسلق لمدة 10 دقايق ونسيب الجزرة تبرد شوية. وده شكل الجزر لما برد عشان نستعمله في العصير. هنجيب قطع من البطيخ ونحطها في الخلاط بسم الله، ونزود عليها الجزرة المسلوقة، وبعد كده نضيف عصير ليمونة ونشغل الخلاط، وبعد كده نصفي عصير البطيخ والجزر. ويلا نصب عصير البطيخ والجزر مع بعض. وبكده بقى عصير البطيخ والجزر جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم في عصير البطيخ والجزر تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل عصير البطيخ والجزر بطريقة بسيطة تساعد على ترطيب الجسم بفصل الصيف بإذن الله.